لا كده حلو، بس مش عارفه احدد تعالى بص كده. اختي اول حاجه راحت من اسوان للقاهره ماشي، جت من المنيا للقاهره على ستاند اب بيدل. تالت حاجه طلعت اعلى قمه في افريقيا. هي مرة في السنة بعمل حاجة بس كده بجد؟ ونرجع ننام تاني يوم. 1 2 3. لا ثانيه، رومانه ما عملتش. 1 2 3. مش عارف ايه ده. طب انت بتصوري بقالك قد ايه؟ عمرك حد عملتي مع حد كده؟ لا ده ايه ده بقى؟ ما حصلش. بتشتغلني بتقولي ان ده المفروض بروتوكول ولازم يحصل وكده. بدل كل الفكرة علشان اظبط الصوت مع الصوره، انا مش فاهمه ايه اللي مش مفهوم في كده. انت أنا عملت قلت بدل 3 ساعات. ايوه دي مع بدل أول الأكشن؟ تسقيفة. ايوه بجد والله؟ أيوة. طب ما نشتري واحده بتعمل كده ليه يعني؟ عشان طب ما هي نبقاش. بتعملها بالصوت، ما هي بتقسم احنا بتوع كامبينج وكده بنتصرف بالموجود. يعني كالعاده نعرف الناس بينا عشان يحفظونا بقى، نبتدي بجمانة. بما ان في 283 واحد بيشوفونا. كويس. حلو، خلي نبتدي بالك جمانة يعني. جمانة سبيرتو روى. ايه ده؟ ما عرفتكيش. ليلى ماليش فيه. والله العظيم ليلى. انت اول عامه هي ليلى بقت اشهر واحده دلوقتي فينا. البوست اللي نزل لها خلي بالك برضو يا ليلى. اصورك وانت استنى ايوه تصور المخرج. انسرتيه كده. ايوه ادينا حته انسرتايه. جمانة معانا النهارده ليه؟ علشان جمانة ليها very unique experience كويس في مجال السفر والكامبينج والحاجات دي. يعني احنا لو هنعد حاجات كتير من ضمن على فكره باي ذا واي. جمانة هي اللي خلتني اسوق عجل. انا كنت بسوق عجل عادي. ده انت لما طلعت مع الناس اللي هم بيسافروا السخنه وكده. ايوه صح؟ هي بقى جت قالت لي ده حلو قوي وبتاع ونزلت وهي خلعت. فعلا خلاص جدا. خلعتي ليه بقى؟ وقعت وقعه. عارفين كده اهو كان اسمهم ايه دول البيردز دول اللي بيتعملوا انجري بيردز. انجري بيردز. وقعت أوه. زيهم بالظبط يا لهوي. بالظبط. كنت إزاي؟ ماشيه في الطريق بتاع راس غارب وبعدين رحت كنت ببص ورا طلعت على حته كده وطرت من العجله ونزلت على كتفي كده. هو حصل لك الموضوع حاجة؟ صعب قوي. ما حصلش حاجه كدمات بس بعد كده اصلا انا ما كنتش ببقى مبسوطه وانا على الطرق الصحراويه وكده. انا بتبسط في وسط المدينه. كنت لوحدك؟ كان قدامي ناس كده يعني بكتير وورايا بكتير فكملت بقى كده. اوكي. هو الموضوع عندنا برضو مش امان قوي. انا لما طلعت السخنه ات اندد اب ان 3/4 الناس معلقين حاجاتهم على العربيه نص نقل وكله. ايه ده يا معلم؟ صح اوبشن مش وحش يعني ان كل حد على قد اللي يعمله. ماشي بس على قد بس هي عربيه نص نقل واحده اللي طالعه. فالباقي طب ايه في ناس ماتت ورا. طيب فبس هي جمانة اللي عندها تجارب كتير كويس. فانا احنا ممكن نتكلم النهارده في 3 تجارب بس. قول. ماشي. هنتكلم في انا هقولهم كهيدلاينز كويس عشان الناس بس ايه تفضل معانا. اول حاجه راحت من اسوان للقاهره ماشي. امبرسيف بجد حقيقي. بص لبست النضاره ازاي. بجد حقيقي. ايوه انا جامد. تانانا. تاني حاجه وهما بالترتيب الزمني كده كويس. تاني حاجه عارفه الستاند اب بيدل اللي هو بيبقى زي الكاياكينج كده. بتبقى واقف كده هو عاده بيبقى اللي واقف عليه ده حد عامل كده. كويس. جت من المنيا. ده على البورد. ده على البورد ايوه بس وانت واقف. ده الموضوع ده على فكره محتاج بالانس قوي جدا. جت من المنيا للقاهره على بورد زي ده على ستاند اب بيدل. ان شاء الله. دي تاني حاجه. تالت حاجه ودي لسه الصيف اللي فات طلعت اعلى قمه في افريقيا هايكنج. هو يا لهوي. الموضوع انت ادرينالين جانكي؟ قولي حاجه. لا خالص. لا هي مرة في السنة بعمل حاجة بس كده بجد؟ ونرجع ننام تاني يوم. طيب السؤال اللي انا عايز ابتدي بيه ليه؟ طبعا مش هرد الرد المعروف بتاع ليه لا. هو ده رده. ترى خلصت الحلقه. ليه لا. طب انا ممكن اسال سؤال من عندي. طب هو انت بداتي حوار ان انت تعملي حاجه قويه كده كل سنه ليه او امتى؟ مش ليه لا؟ امتى يعني ايه اللي كان برضو انا بالنسبه لي في قصه اي حد انا بحب اسمع السبارك.
السويتش اللي حصل اللي هو لا انا هعمل حاجه؟ لا صدفة، كله اي حاجة عملتها تقريبا كانت محضة في الصدفة، يعني ما مش اللي هو مخططة وانا شايفة نفسي ونفسي اعمل، لا ما بس حصلش. اكيد ما مشيتيش من القاهره لاسوان صدفه. صدفة، كنت مستقيلة من شغلي. اوكي. فبعت للناس بقى انا استقلت وبيحيوني وكده ومبروك وبتاع. فواحد منهم راح قال لي طيب ما تيجي ننزل نشرب قهوة. نزلنا شربنا قهوة، فطلع ان هو كان في 3 ولاد هيمشوا من اسوان للقاهرة لرفع الوعي على قضايا الزيادة السكانية. انا كنت ساعتها لسه راجعة من المانيا، كنت بعمل ماسترز هناك. اوكي. واحنا في اوروبا، اي حد بيسافر اوروبا بيعرف ان هو ما بيسافرش مدينة بس، هو بيسافر اوروبا. بيسافر كل حته فيها أوروبا. دي حقيقة. صح صح صح. فحسيت انا بقى في مصر ما اعرفش غير الساحل والجونة ودهب ومش عارفاهم كويس كمان. الممشى، عارفه في دهب الممشى. وبس كده. فلا ما ينفعش، فقلت اوكي. فكانت فرصة حلوة ان طيب انا رايحة، كان هدفي ان انا اعرف مصر والمصريين، عشان لما كنت في المانيا اي حد يسالني طيب هو انتوا في مصر، اقول له مفيش حاجه اسمها هو احنا في مصر، ده مش موجود. إن شاء الله لا احنا في امان ان شاء الله. احنا في امان. اول حاجه هو انت نحافظ اصلا مش عليها شايف ان اللابتوب. دي معوجه شويه؟ خليكي مركزه مع الله لا 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 يا بنتي اقعدي خلاص. يا عم يا بنتي احنا في امان. طايره والله. هو اللي احنا ما هو ماسكه اهو مع الطوب ماسكه اهو. طوب ايه اللي ماسكه؟ ارفعه شويه. اهو خلاص. ليلى البتاع ده لو حصل له حاجه ليلى هتموتها. هنمسكه لا اول لا في حاجه. امان يا ليلى، ما تقلقيش. هتجيب لها واحد زيه. ها في امان يا ليلى، في امان الله. شوف بيسجل. ان شاء الله 3 4 2 3 4 5. ايه اللي انت في ارقام بتعمل كده. بتعملي ايه؟ اي حاجه بقى. والله اي حاجه فعلا. ايه ده بقى مش عارفه يا زبرت يا بنتي؟ ما خلاص يا جماعه، والله العظيم هيطير ويقع على دماغنا. لا هو طار خلاص. طب خدنا بس عشان اللقطة دي. تبقوا عشان تبقوا فاهمين، انا من خلاص. ساعه ما جينا وانا بقول لزبرتو هيطير وهو يقول لي لا مش هيطير، هو متدعم ومش عارفه ايه، وعمال لي يهدي بقى بالمظله اللي هو جايبها دي، وفي الاخر طار. عندك اثبات؟ عندي الفيديو بقى حضرتك، انا مش عارفه في اثبات ايه اقوى من كده يعني. الفيديو على موبايل ليلى، يبقى ما عندكيش اثبات. انا وليلى واحد. هو انت اصلا ما قلتيش ان هو هيطير. والله اوبا. يا الله طويله وعاليه. والله العظيم انت تصدقي يا جماعه ثانية واحدة، ستوب والله بس. العظيم انا كنت خايف من ستوب، الحلقه دي. ستوب، ستوب، عارفه ستوب. ليه؟ ثانية لان دي واحدة. اول مره يبقوا هو 3 إيه بنات عليا. انا كنت خايف من الحلقه دي لا، عشان ما كده. تقلقش، الله عليك يا ما تقلقش. جماعه الله. معاك. بقول لك ايه، معاك. ضيف دائم في كمان الحلقه. احنا جيرليز بنسبورت. جيرليز اه. هو الولد الوحيد اللي فينا عليه. كده كده انا قلت ان هي هتطير، انت ما قلتي ان قلتليش. هي هتطير. اقسم بالله انا قلت 5 مرات ليه؟ انا حاسه ان هي هتطير. ليه؟ ايه اللي حسسك كده؟ ولا اي حاجه، الجو ان هي مش اي هوا. انا اسكت. انا طيب بقى نرجع لاسوان. فانت قررتي ان انت هتمشي عشان تعرفي المصريين وبتاع والكلام ده. بالظبط كده. طب انت كنت مستعده اصلا لحاجه زي كده؟ لا خالص. طب ايه الحوار؟ فابتديت بقى ايه، كل مشاويري اعملها مشي. خارجه مش عارفه فين، ما انا استقلت بقى. بقى كل مشاويري اعملها مشي. اوكي. بس تعبت قوي يعني. اول 5 ايام كانوا صعبين قوي يعني. اول يوم كان سامع اول كام يوم؟ هو انت عملتيها في كام يوم معلش؟ 24 يوم. واو 900 كيلو. 900 كيلو. طب هو ماشي. انتوا كنتوا بتكامب في الاماكن، يعني انتوا تعبتوا خلاص اليوم خلص النهارده، هتكامب في الحته اللي موجوده شايلين التنس بتاعتنا على لا للاسف. مع الألم ده. it was funded من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة وكنا متأمنين على أعلى مستوى، فكان لازم نبيت في أوتيلات ستاندرد معين. اوكي. فكنا كل يوم بنرجع يعني بنعلم احنا وقفنا فين على جوجل مابس ونعمل ده بياخد وقت طويل قوي. لا هي بتفقد الرحله رونقها يعني. الفكره يعني حته ان انا اقف هنا بايت واصحى تاني يوم امشي احلى 100 مره. احلى 100 مره. ولقطه بقى ان خلاص احنا اول لما بنقعد ركوبنا بتتجبس على هذه الحاله. ساعتين بقى راجعين وبعدين لا كان الموضوع. وبعدين انتوا بقى حتى ما حدش بيجوا مثلا ياخدكوا يوديكوا الاوتيل العربيه بتاع العربيه بتيجي تاخدنا. ففي كوميوتنج ابن لذينه كان كل يوم. كنتوا بتاخدوا قد ايه ماشي في اليوم؟ 9 ساعات مثلا. مش شروق الغروب يعني، تصحي تفطري تمشي بالظبط كده. تغرب تروحي. طبعا كان في الشتاء طبعا. كان في الشتاء. اكيد في الشتاء لا تقلقش. اوكي. طب ولقيتي ايه بقى في المصريين؟ من غير بقى جو الكلاشيهات يعني.
بصراحه طب يعني. نبدا بالكليشيهات. يلا. طيب في يعني الصعيده اللي هو من الصعيدي. الصعيدي الصعيدي. حبايبك دول. احسن ما ناس. كانوش بيتكلموا أحسن. كده. احسن ناس. خلاص كملي. من اول يعني اسوان والاقصر وقنا، طول ما احنا ماشيين تعالى اشرب شاي تعالى اشرب شاي. طب دول الصراحه احلى ناس. وفعلا بيعزمونا وهم في الاخر انا مختلفه عنهم، هم مم. عارفين كده وانا عارفه كده، بس ده ما يمنعش ان احنا انت ضيفه بتعدي يبقى لازم نضيفه، الضيف يتضايف. مم. ف انتوا كنتوا على طريق Highlight. صحراء طريق الزراعي. أوه. ده انتوا اكسبوزد جدا. الطريق الزراعي ده اللي ما راحوش يا جماعه، يعني لا اله الا الله على الطريق الزراعي ده مش حاجه مستخبيه يعني. هو عربيات القصب بقى. مم. كلنا قصب طبعا كتير قوي عشان كل عربيه قصب معديه ناخد بتاع قصب فعلا. نايس. بس وفي حتت من كتر القصب الارض ملزقه، يعني بنمشي كده الجزمه بتلزق في الارض. فده هايلايت طبعا غير الطبيعه الخلابه والكلام ده كله. بعد كده بقى في هنا فيها بقى ايه حاجات مختلفه، يعني اشوف طفل على حصان ببندقيه، اوبا. منظر عبثي. منظر يخوف. انا مش فاهمه، وبعدين انا مش خايفه، انا مش فاهمه واللي حواليا خايفين علينا، فاللي هو لا ما اعرفش ايه وبتاع، وانا اللي هو لا هو انا مش رايحه كل ده علشان في الاخر ما اعرفش الناس. ايوه فبقف معاه يعني واتكلم معاهم. طب طلع بقى ماسك البندقيه ليه؟ لا ما سالتوش. انا حاولت اخليه ينسى ان هو معاه بندقيه. اوكي. لا ده عادي عندهم يعني، دي حقيقة، ده عادي فعلا. دي عادات وتقاليد ما بدخلش فيه. بس بيلعب عسكر وحراميه عادي. عادي يعني. صاحبه واخد الكوره بتاعته فبيدور عليه. فكنت بقى بقف بتمشى مع الناس، كل حد بقى قابله كمان يقوموا قايلين لي هو انتي ايه او انتوا بتتمشوا ليه؟ ما تركبوا حاجه. اقول لهم لو ركبت حاجه. انتوا متخلفين ولا ايه؟ بتركبوا حاجه. بالظبط، كانوا بيعدونا الجنيه اللي نركب بيه. يعني فكنت بقول لهم لو راكبين حاجه ما كناش هنقف نتكلم معاكم. صح. فمن هنا ونبدا نتمشى ونتكلم مع بعض. فده هنا طبعا. ايه مواضيع انترستنج انت اتفتحت؟ في حاجات سياسه مثلا، سياسه ودين، وتألمت جدا. يعني سوهاج احنا داخلين على في طهطة، فالتمثال طهطاوي بجلالة قدره وتمثال ابيض حلو قوي وماسك كتاب. فانا بقول لشخص كان معايا بقول له التمثال ده حلو قوي وبتاع، وهو من اهل المدينه. قال لي بس حرام. تمثال حرام وكده. يا نهار ابيض. فطبعا يعني ايروني بنت لذينه ان مدينه رفاعة الطهطاوي واحد بيقول على التمثيل بتاعه حرام. ففي جاب بعيد قوي. احنا بعيد قوي. احنا بعيد قوي. من صلاح. طيب كملتي بقى بعد هنا؟ فلا سوهاج اقول عادي. مفهوم من غير ما تقولي مفهوم. لا قولي وهنقطع. هقول لكم بقى هقول لكم اللقطه بقى هنا. احنا في كل مدينه قبل ما نسافر كنت قايله لهم احنا كان في من تربيه رياضيه ولاد بيجوا، المفروض كان في ولاد هيجوا يمشوا معانا كل يوم من المدينه نفسها. من الجامعه بتاعه المدينه. حلو ده. فانا قلت لهم انا عايزه بنات. طبعا. فاول يوم كان في يعني بتاع 10 ولاد او 10 بنات مثلا ولا حاجه. بعد كده كل مدينه حسب. سوهاج ما كانش فيه بقى برضه، ما فيش يعني، ما فيش اصلا، ما فيش بنات. ما مش يعني في كده مدن في سوهاج انا ما شفتش فيها بنات، ما شفتهمش. بالنسبه لهم بيج نو. بس بقى يعني مثلا واحنا ماشيين على الطريق في 3 مراكز شباب، كل واحد بيحتفل بينا احتفالات يعني، وبنلاقي بقى والزمامير ويجولنا بورد وبيحتفلوا بينا عشان هم مش مصدقين ان احنا جايين من اسوان لغايه دلوقتي عندهم. فحدث، فكانوا بيحتفلوا بينا وكده، واحنا كنا بنعدي على مراكز الشباب علشان القضيه بتاعه الزياده السكانيه وكده. انا مش فاهمه ايه اللي جاب ده لقضيه الزياده السكانيه.
كنا في حاجة اللي هو sports for development، فالرياضة من أجل التنمية، فازاي ان احنا نربط الرياضة بالتنمية. فده كان الهدف منه، ان احنا لما بنتمشى بنلفت الانتباه وبنروح للناس في مراكز الشباب، بيبقى معمول ايفنت ونبدأ بيبقى فيه بقى ناس متخصصين بيتكلموا معاهم في الموضوع، واحنا نلعب مع بعض، نعمل تريجر هانت، نعمل حاجة. وانا كان هدفي ساعتها يعني لما رحت وشفت الدنيا، بقيت كل اللي بعمله بتكلم مع البنات والشباب على ازاي البنات تقدر تعمل اي حاجه. اوكي. بس انا مستغرب من طريقه الاختيار. يعني هما في الاخر انت بتقولي انا ما كانش ليا في القصه دي وجت صدفه وبتاع. طب يعني هما ليه ما كانش التخطيط ان حد مثلا اثليت مثلا يطلع، حد في بابليك فيجر، فاهم قصدي؟ فبالنسبه لي دي حاجه غريبه شويه. اللي انا عارفه ولا ان رزقنا بقى وما هم نقطعش وكده. يعني اللي انا عارفه ان هم كانوا في كذا بنت يعني اتكلموا معاها او حاجه قبل، وبعدين الدنيا ما ظبطتش، فانا الموضوع جه معايا صدفه مش يعني. اي حد برضه يعمل كده، مش سهله انت برضه. لا على فكره البنات بتعمل كده عادي يعني بيطلعوا من دلوقتي اسوان يعني. للقاهره عادي. بنات بيعملوا كل حاجه عادي. حضرتك البشر ما بيعملوش كده. مش لا مش بص البنات. honestly انا اول لما قال لي قلت ده في 3 ولاد مجانين عايزين يجوا مشي من اسوان انا للقاهره. عارف واحد منهم. بس انا وقتها ما كنتش في السين ده خالص، يعني دي اول حاجه اعملها تعتبر اكستريم. ايوه صح. ف فاكيد هقول 3 ولاد مجانين، بس كان في غيري بيعملوا حاجات اكستريم، صح. عجل بقى وكده يعني. صح. انا اعرف ان في واحده دلوقتي واخداها من القاهره لكيب تاون. موجودة بس في يعني مصر كانت دي. اتزنقت في السودان. هيبقى لها في مثلا قعدت حبه كتير في اسمها عشان ايه حرب البنت مي مش باين. فاكر. مش مية. ربنا يكون في عونها، احنا مش عارفين هي فين، بس احنا بندعي لك يعني. فانت كنت عايزه تطلعي اصلا من المنيا تنزلي في البحر المتوسط. هو في لا. شلال اصلا في الحوار ده ولا هنخش على طول كده؟ لا انا تجربتي كانت من المنيا للقاهره. ماشي. انا كنت عايزه اعمل من اسوان للبحر. من اسوان. طب ما احنا لسه فيها. احنا لسه فيها. الحلقه الجايه. ايه بقى؟ ورحت وجبنا فند فند منين بقى؟ مين بيفند حاجه زي كده؟ البنوك ممكن. بجد؟ يعني بتروحي لهم تقولي لهم انا عايزه اعمل كذا كده ممكن انا فند مي يعني. رحت ساعتها، بس انا رحت الاول مع فيري نايل علشان هما اللي آه. مختصين دلوقتي بنظافه البيئه والنيل وكده. فرحت لهم وهم اللي كانوا جابوا سبونسرشيب وخلاص. احنا كنا وانا البورد بتاعتي اصلا جايلي هديه علشان اعمل الادفنتشر ديت، وكان الهدف ان احنا هنقف في كل محافظه ونعمل ايفنت ان احنا ننظف النيل علشان الرساله توصل للناس اللي هما في المكان دوت فكده. وبعدين الكورونا جت. ممكن اقول حاجه شوت اوت لمنى احمد عشان هي تشتغل في فيري نايل، بنحبك. كمل. في ايه طيب يا عيني؟ انا سؤالي بقى دلوقتي، انت هل تجربتك في اللي هي المشي من اسوان للقاهره كانت سبب في ان انت تاني مره لما قلتي انا عايز اعمل القصه دي فالناس استجابت يعني؟ طبعا. صح. طبعا. يعني انا دايما بقول ايه، الحركه بتجيب حركه طبعا. والشغل بيجيب شغل. انت قوم وتحرك في الاول حتى لو من غير مقابل ولا من غير اي حاجه، في الاخر هتبص تلاقي انجازاتك هي اللي بتخليك تجيب لك تاني وتالت ورابع. صح كده؟ صح. وبتوسع العلاقات وبتخلينا نعرف الناس اللي في المجال اللي احنا عايزينه وبس. من اسوان للقاهره حطتني على الماب. قبلها كنت نو نيم في الحته دي، دلوقتي بقيت موجوده، فلما اقول انا هعمل كذا هلاقي ناس تستجيب. بالظبط. جامد الحوار ده. طب كملي. الكورونا جت. فالكورونا جت فخلاص مش هينفع نعمل تجمعات وكده. كنت لقيت بقى عمر حسام وعمر الجلة جايين بالكاك، بس هما بقى من السد بقى، يعني من بحيرة ناصر. الناس كلها فاضية بقى من بحيرة كل واحد انا معايا كاك هنزل بقى من السد لحد قاعد بقى ما بعملش حاجة. فرحت بعت لهم وقلت لهم انا عايزة اجي اعمل معاكم حتة. فكنت ساعتها بقى بشتغل، فما كانش ينفع بسرعة كده ياخد اللي هو، عشان ساعتها دي كانت هتبقى 1.5 شهرين تقريبا، هم عاملينها في 2 شهر.
فقالوا لي اوكي، فاتفقنا ان احنا نتقابل في المنيا على اساس ان احنا نعملها في 5 ايام، فاوصل القاهره بيتي خلاص مش عامله مجهود زياده. يعني انا كنت مش عارفه هروح ازاي وهاجي ازاي معلش، من وأعمل المنيا إيه. القاهره في 5 ايام؟ من المنيا للقاهره في 5 ايام 250 كيلو تجديد. ستاندنج جامد. ستاند اب. ستاند اب بادل. يعني انت جيتي كانك واقفه في الاتوبيس، واقفه في 5 ايام. انا جيت انا بعافر، احنا الادفع عامله كده، فكل العضلات بتاعه الجسم از انجيجد طبعا. واول يوم عاملين 67 كيلو 67 كان عندهم موتيفيشن قوي جدا اول يوم بقى. يا بنت انا لما بقعد 67 كيلو قاعد بتعب ببقى عايز انزل الريست. لا كانت من اصعب الحاجات اللي عملتها في حياتي. كانت انتنس فعلا. عشان احنا تقريبا عملنا 220 كيلو في 4 ايام، واخر 30 كيلو عملناه بقى براحتنا في اليوم الخامس. مع العلم ان انت ماشيه مع الطيار. انا ماشيه مع الطيار كمان. بس طيار الهوا موجود. عكس. ايوه صح، شمال. صح. ده وحش قوي ده. يعني بصي خدتي بالك من حاجه؟ في حاجات ما بنلاحظهاش اصلا في اللقطه دي بتبان. يعني احنا بالنسبه لنا طب ايه يعني، طب ما هي مع الطيار ده لو قعدت هيزقها. لا يا معلم، ده في العكس ده. طيار الهوا ده انت عمرك لاحظتيه اصلا؟ ده غير ان هو بيطير الشعر البتاع لما نطلع على منفخنا. عشان كده انا بقول الحاجات الاكستريم سبورتس والحاجات اللي زي كده بتخليك غصب عنك انجيجد مع الطبيعه، غصب عنك هتعرف ايه اللي بيحصل وحواليك وهتلاحظ وهكذا يعني. جامد. طب وبعدين بس فقابلت عمر العمارين في المنيا، وهما كانوا على دبل كاياك وانا كنت على الاس يو بي، فوصلنا بقى للقاهره. من اصعب الحاجات، بس it's very memorable. يعني انا دي بقى كان على البورد بتاعتي في دراي باج، حاجتي الخيمه بلبسي بكل حاجه، فكل محتويات حياتي في هذا الشيء دلوقتي. وكنا بنبات على جزر بقى، على الجزر طول ما احنا جامد قوي ده. بس الجزر دي اكيد استضافه بقى، يعني الناس ما هم بقى الولاد كانوا بيدخلوا قبلي. ممكن نخيم بتاع، اتفضل يا باشا، وما انا داخله بعدين. حلو قوي الحوار ده. هل في قبلك ناس بتقولك لا انتوا ايه، انتوا بتعملوا ايه، انتوا جايين هنا ليه والكلام ده؟ ناس ما هم بيبقوش قوي عارفين هو ايه ده، هم دول تبعنا مش تبع. يعني الناس بيقولوا لنا هلو وهاي وكده، يعني احنا بالنسبه لهم اجانب برضه. اجانب بيتفسحوا. يعني الموضوع فيلاقونا بنتكلم عربي فيستغربوا، وبعدين فهو في كلتشر شوك كده اللي هو ايه كده. بس مفيش حد، لا يعني مفيش حد بيعترض طريقنا اللي هو لا انتوا مش المفروض تعملوا كده، او ده مش مكانكم يعني او يعني هل فكره ان انت هتروح مكان غريب عنك فبالتالي انت هيتم الهجوم عليك بشكل او باخر، دي فكره حقيقيه ولا دي افلام؟ انا كنت بخبط على الناس اللي ممكن ادخل التواليت يعني اصلا. احنا عملنا كده والله يا جماعه، ما احنا طب احنا ليه ظالمين نفسنا قوي بان احنا دايما الغريب بنتعامل معاه؟ او يعني انا بشوف يعني ان ده في تسليط اعلامي على ان انت هتروح حته فهيحصل فيك كذا وكذا وكذا، انت فاهمه؟ ما اعرفش، انا بحس ان هي فايبس. يعني انا ما بخافش اروح مكان، وبروح اي مكان بابتسامه. فاي شخص بيشوفني ما بيحسش ان انا ممكن ابقى مصدر تهديد بالنسبه له. فهو ليه يعنف معايا لو انا مش مصدر تهديد بالنسبه له؟ طيب سؤال. صحيح. طب انت كبنت بقى ما حسيتيش ان انت قلقانه من ايه بقى؟ من الرجاله عامه اللي حواليك في الرجالة؟ كل حاجه؟ والله يعني روان كده. لا ثانيه روان، ثانيه روان، ليه يا روان كده؟ انا هقول لك، اصل دي فكره موجوده. يعني دلوقتي انا ماشي، انا على فكره انا لو انا مش خايفه، والخوف بيجي من حاجه واحده، هما لحسن راجل يوصلك، لحسن راجل يضايقك، لحسن راجل يكلمك يخطفك، اي حاجه. هو الخوف دلوقتي كله بصراحه متجه ناحيه الرجال. بس انا لو الخوف ده من عندي، ما تعملش كده، انت مش بنت فانت مش حاسس باحاسيسي. بس الخوف ده لو مش موجود، حاسه ان في بنات كتيره قوي هيتجرؤوا ان هم يعملوا حاجه. يعني الرجاله عندهم مور اوت جوينج لان هم مش خايفين زي ما احنا خايفين، فاهماني؟ يعني هم ما عندهمش الخوف القلق مننا. هما الرجاله ما بيقلقوش يعني كده. يعني الكونسبت نفسه ان راجل غريب لا، هو الراجل مش بيمشي في دماغه افكار وحشه. فده في العموم.
هنلاقي بقى كيسز بنسمع عنها بتكبر قوي ملناش دعوه بيها. لو ملناش دعوه بيها هتلاقي ان خلاص ايه ده حلو عادي. اوكي. علشان اصلا المصريين بيدافعوا عن بعض وبيقفوا لبعض وكل حاجه. انا في القاهره هنا كام مره عربيتي كانت تبقى تقف والاقي رجاله اللي بيقفوا بيساعدوني. دي حقيقة. فاحنا طول الوقت هتلاقي لا هو مفيش حاجه تخوف في الاصل، مفيش حاجه تخوف، في اقليه بس في الاخر. لو بصينا بقى كده اللي هو من فوق اللي هو ما هو ممكن يحصل اي حاجه يا بنتي، ما ممكن يحصل اي حاجه وانا قاعده في البيت. هو ما فيش حرامي دخل علينا البيت قبل كده؟ في حرامي دخل على خالتي اللي هي ساكنه تحتيه البيت قبل كده وكانت هي قاعده هي وبنتها. وكان راجل على فكره. يعني يعني مش معنى كده ان بقيه الرجاله حراميه يعني. ايوه. فالحرامي جالهم هم قاعدين في امان الله في بيتهم قافلين عليهم بابهم، في حرامي جه. فلو احنا عايزين نخاف هنلاقي ايه اهم حاجه نخاف منها زي دلوقتي كده ناتشرال ديزاسترز. بندي الامان وبنحتاط بصحبه كويسه. بنحتاط اللي هو يعني بنية كويسة، بندخل بابتسامة، بيشوفوا ان احنا بجد ما فيش اي حاجة نية من ورانا. اللي هو انا واحدة بخبط على الناس بقول لهم ممكن تستخدم الحمام، يعني ما فيش ابسط من كده، ما فيش تسليم اكتر من كده. بس في العادي بيوت فيها عائلات فيها كذا بيستضيفونا وبيبقوا عايزين يتأكدوا ان احنا كويسين، وطول ما احنا في منطقتهم ان مش هيحصل لنا اي حاجة. حتى في هنا العيال اللي احنا بنقول عليهم عيال بس هم عندهم هم رجال على فكرة، عشان لا ده عيال ده عندنا احنا. على فكرة المحافظات في سن المراهقة ده مش موجود، ملغي تقريبا كده. طفل راجل على طول تقريبا كده. ده بجد. عندك حق جدا. معتز عنده 19 سنه وكان مخطوب، وده كده مخطوب بس ما تقوليش مخطوب. كان والله كان مفيش راجل مخطوب. خاطب ايه مخطوب دي؟ بنقول لك معاه بندقية. معتز لو سمعني هيتضايق مني ابدا. وبعدين فبس فالولاد كانوا بيجوا معانا يحمونا. يعني الناس بتحمي بعض، الناس مش بيهجموا على بعض، ده مش العادي. انا بشوف على فكرة ان الموضوع يعني لو الموضوع بالحجم اللي احنا بنتكلم فيه ده ما كانش هيبقى فيه حد في امان. ليه؟ لان احنا كتير قوي، احنا 110 مليون. فال 110 مليون دول بس اللي بيحصل ايه؟ ان بيحصل حوادث، الحوادث دي بتعمل بوم. فالبوم ده هو اللي بيبقى هايلايتد. زمان طول عمرها الاهرام صفحة الحوادث مليانة حاجات، صح؟ فطول عمرها بتحصل بس ما كانتش هايلايتد زي دلوقتي. فيجي بقى حد دلوقتي يقولك لا 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 بس اللي بيحصل دلوقتي مش زي اللي كان بيحصل زمان. زمان الدنيا كانت فيها امان لا يا باشا ما كانش فيها امان، ما كانش فيه سوشيال ميديا بس كده. البوم ما كانش بيحصل، الفيديو ده انت كنتش بتشوفه، كنت ممكن اخرك هتقرا عنه لو قريت، ما كنتش هتفهم. والقرايه مش زي ما انت تشوف بعينك بس. طيب نطلع بره مصر. يلا. ايه بقى ايه بقى ايه الحوار؟ صدفة. اعلى قمه في افريقيا كليمنجارو. اتفرجوا علينا. اتفضل. اسمها ايه طيب؟ يلاقونا على ايه؟ قولي لي لما يتفرجوا علينا. اسمها بودكاست سفر. بودكاست السفر. روح قول لهم. انت ليه بقى انت مش عارفه البودكاست اللي انت فيه؟ ما انت فكرت انت شخصيا وكان توك مصانع البتاع. وكان توك. كليمنجارو اعلى قمه في افريقيا. السلام عليكم. انا كنت شايفك كده في ظروف مش عايز اقولها كويس، فانت جيتي بتزوري مراتي. انت رايحه فين يا جمانه؟ انا رايحه كليمنجارو. طب انت جاهزه يا جمانه؟ لا برضو. ايه الحوار؟ شفت مجموعه من السيدات في سانت كاترين، فقلت لهم ايه ده ما بتقولوليش ليه؟ ما انتوا عارفين ان انا بحب الهايكنج. قالوا لي ايه ده يو ار ذا بيرفكت فيت، احنا محتاجين حد كمان معانا عشان يطلع معانا كليمنجارو. واو. فرحت. يعني انتوا اتقابلتوا فوق جبل؟ بجد انا بحبها جدا، ممكن تاخدوني بجد معاكم. هم بيخططوا حاجه دلوقتي جايه. بس خلي بالك الناس دي طبعا يعني كده انت ان شاء الله يو ويل فيت ان. بس الناس دي يعني مثلا كانت فيهم من ضمنهم اماني اعتقد. اماني دي اماني خليل حد ايرون مان في العالم كله يعني. واو. انا فعلا انترستد، انا عايزه اجي معاكم. نطلعها معانا حلقه ان شاء الله. ماشي. تعرفي عليها انا
انا مش طالعه معاهم التشالنج الجاي عشان انا بحضر لحاجه شفت تانية. اسمها ايه؟ التشالنج مش الرحله. يا فرافير يا بتوع الرحلات يا بتوع الكامبات انت. التشالنج صح كده. خلاص عايزين نعمل تشالنجز بقى. يا عم بقى خلينا نطلع بس هايكنج وبتاع وبعدين نشوف التشالنجز دي هنعمل فيها ايه. طب ما استقل تعملوا بالله. تشالنج. نعمل تشالنج. والله يلا بينا. انت هتعمل تشالنجز معانا؟ انت عايز انا تتقاعد هعمل لكم بكرة. تشالنجز. يعني هو انا المفروض طب ما اشارك احنا فيها؟ محتاجين يبقى قدامنا حد ما هي في يعني- حد اكتر من كده؟ انت هتيجي معانا؟ لا. تعالي معانا. لو ده هتيجي هي معانا اللي تقعد هتبقى بقى- الايكون بتاعت التشالنج واحنا وراها. ماشي. نعمل تشالنج. هو الكلام بفلوس. نعمل تشالنج. بس ايه بقى؟ ف... كنتوا- فبس فراحت قالت لي طيب وبتاع، بس كنا تقريبا قدامنا شهرين على السفر. فتاني يوم رحت قلت لمديرتي ممكن اخد الوقت ده اجازه، فقالت لي تمام. فرجعت قلت لها تمام بس. لا التجربه بقى نفسها. مم. اصل انا ما بحبش طلوع الجبال صراحه. الجبال؟ اصابات. لا مش اصابات، أوكي. ما بحبوش. اوكي. يعني ما يعني بغض النظر ده طبعا حاجه حصري، يعني الناس كلها ما تعرفش المعلومه دي. يعني انا بعمل رحلات طلوع جبال بس ما بحبهاش. اوكي. كويس. يمكن عشان انا دايما بطلع مع ناس مش في البيست فورم بتاعها. مبتدئه، ناس اول مره تطلع بتاع كلام من ده، فبقى انا اللي شايلهم ورا. وكذا 3 مرات انزل شايل بني ادم. ده موضوع فاهمه. لا حصل لي تروما يعني. آه. مش عارف. انا اول لما ابتديت اطلع جبل ما كنتش حباها وما كنتش فاهمه بقى اللي هو ايه ده يعني، والناس بقى تروح وترجع تقول انا لقيت ما اعرفش ايه وبتاع وروحي ولقيت نفسي وحاجات كده والحاجات دي. ايه ده بقى؟ فانا رحت اول مره مش عارفه كانت بنات ولا باب الدنيا ولا ايه، ما لقيتش اي حاجه. ركبي وجعتني بس من كم أيوة. النزول اللي بننزله أيوة. هو النزول ونطلع صعب قوي عامة. قوي يعني. أصعب من بس تاني مرة قالوا يلا بينا فرحت. يعني ده لما كنت بطلع سانت كاترين. ليه معرفش بس رحت. بعد كده ابتديت احب الهدوء اللي بلاقيه هناك. اوكي. بحب الناس اللي بتطلع الحاجات دي وبحس ان في بينا حاجات كومن. اوكي. وبعدين انا لما يعني الحاجات اللي بحبها في الجبال لما الاقي حته زي دي كده اقوم طيب يلا انا هطلع. الموضوع ده ليه بقى عند في الفطره البشريه يعني؟ ليه يعني هو عادي، هو فوق وانا تحت، ليه اطلعها؟ ليه كل ما الاقي حاجه لازم اطلعها؟ ايه هو بقى ايه بقى يعني ايه يعني؟ لو ضرب كده فاقوم انا طالعه لما الناس تيجي، وبعدين عندي ادرينالين فغالبا كنت ببقى سابقه الناس اللي معايا في اوقات لغايه لما بقى في الجروب اللي احنا تقريبا على نفس البيس او انا كمان متوسطه فيهم. فالجبال عموما حبيتها جدا وبحب التشالنج بتاعها بتاع ان طيب انا هطلع دي ازاي والهارت بيتس اللي بتيجي كده مع لا يعني. طب اصل الموضوع بيوصل ان الانسان بيضحي بحياته. يعني ايفرست مثلا، بصي كميه الناس اللي ماتت وانتي طالعه في الطريق شايفه الجثث. يعني الجثث ثابته طول السنين وعادي، لدرجه يقول لك ايه خش شمال من عند الجثه اللي لابسه احمر وبعد كده يمين وعند الجثه اللي لابسه ازرق. ايه ده بجد، لان هما الجثث ما بتتحللش. الجثث بقى لها 60 و70 سنه. طب هما ليه مش بياخدوهم؟ ما يعرفوش ياخدوه. ده مفيش بني ادم هيعرف يطلع فوق ويشيل. هليكوبتر فعلا زي ما مفيش بقى الكلام ده، مفيش. الموضوع صعب قوي. في حلقه للدحيح متكلم عن الموضوع ده بيشوفيه. عند الجثه اللي لابسه زعبوطه على فكره ده بجد. ايوه. لا ده this is a tragedy وده مش العادي. يعني مفيش جبل تاني عليه كده. ايفرست يعني حاله خاصه. هو ايفرست وواضح ان ده معناه ان في مشكله وهو في مشاكل ترافيك معرفش ايه الويندو فبيحاولوا يظبطوه. بس ده مش العادي ما بنلاقوهوش. يعني مش ان احنا يعني لا مش ده العادي طبعا. لا طبعا يعني مفيش جثث على سانت كاترين يعني. ولدو في ناس ماتت على سانت كاترين. لا بس ده بيبقى ظرف خاص يعني ملوش أيوة علاقه بالطلوع والنزول. هو كل حاجه يا جماعه بجد، هو كل حاجه خطر لو احنا فكرنا فيها. ركوب العجل العادي اللي في الشارع ممكن يبقى خطر، ركوب العربيه خطر، ممكن اي نزولك من البيت ممكن يبقى خطر. لا بس انا اختلف معاكي في الحته دي. يعني الناس مثلا نزلت بالغواصه عشان يجيبوا تايتانيك، ده تهريج.
ماشي. ده مش ما تقوليش آه. الريسك آه. فاكتور ايه يا جماعه؟ ده يعني حقيقي ايه يعني؟ ده بصراحه ده ايوه ايه ده ايه ده يعني؟ ايوه في حاجه انت لو مكتوب لك حاجه تحصل لك هتحصل. لا يا فندم، ده القاء في اعقلها التهلكه ده. وتوكل. ما هو انت ما هم لو كده انت- ما عقلوهاش يا لا ماما. ماشي، بس عقلوها هم ازاي؟ اكيد في مثلا في الغواصه دي مثلا هم حاطين حاجات سيفتي وهم خلاص يا بنتي ده عملوها متأكدين لو إن هي- كوست. سيفتي ايه؟ دول الناس المتخلفين اللي تعمل ايوه دي كنت متخلفين اهو. الاغنياء بتوع العالم. أيوة. اللي هو احنا عملنا كل حاجه في الدنيا، ما تقولناش بقى بريموت كنترول بتاع ايوه ايه بتاع ده؟ بلاي ستيشن ده، ما عملناش قبل كده، عايزين نجربه. طيب الهايكنج فيه قوانين، لما أيوة. بنروح اماكن مختلفة في العموم بقى، سواء نزلنا غوص، سواء طلعنا جبال، صح، سواء صح، رحنا صح. بلد ما نعرفهاش، كل حاجة ليها قوانين لما صح. بنمشي عليها ايه ما صح. نخاف سلم في الحتة دي. صح. والخوف مش معناها ان انا ما اعملش الحاجة. لا بنقلل الريسك على قد ما نقدر. الخوف ان انت تبقي حاسبه كل صح. أيوة. الريسك صح. بتاعتك. احنا اي اكتيفيتي لما بنيجي نعمله قبلها بيبقى فيه سيفتي ميجرز وبنتكلم عليها يعني. ده بالظبط أكيد يعني. كده بالظبط دي كده، حقيقة. ما بنروحش كده وخلاص. صحيح. ودوت اللي حصل في كليمنجارو، ان احنا معانا تيم كان لوكال تيم من هناك، لازم. وهو اللي بيظبط لنا يعني الكرو بتاع، احنا كنا 8، الكرو كان تقريبا 30 حد تخيل اللي بيطلع معانا. تخيل 8 طالع عليهم 30 واحد. انتوا متخيلين احنا بنقول ايه؟ طبعا يا لهوي دي كانت مكلفه جدا دي اكيد. مكلفة جدا. بس احنا بنطلع احنا خدنا الروت اللي هو 8 ايام، فكل يوم بنطلع الكرو بيوصل قبلينا يفرش مدينة، يعني في مطبخ بيتفرش وحمام وبتاع، في 4 حمامات بيتفرشوا، في خيم بقى حسب دبل وسنجل وبتاع، وخيمة ليهم ففي مدينة بتتفرش وبيقعدوا وبيطبخوا وبتاع، علشان احنا كل يوم يعني الاكل اللي هناكله ايه، فطار وغدا وعشاء يعني في فاحنا مش طالعين لوحدنا، دي حاجة. تاني حاجة هو كليمنجارو اصلا كهايك مش خطر، صح. هي اتس تريل بنطلع كده. بس الرحلة كانت في حاجات مش هنشوفها في مكان تاني في العالم كله. صح. نباتات بقى، لو حيوانات، لو تضاريس، هو هناك مش موجود في حاجة تانية. اول يوم احنا كنا اول ما طلعنا اكننا بايتين في غابه، يعني احنا صحينا احنا ما كناش عارفين ايه الاصوات اللي سمعنا، صحينا طلعت قرود على الشجره. ايوه انتوا في افريقيا يا جماعه، مش هزار. غابات بجد يعني. مش غابات اوروبا الفاضيه دي اللي فيها سنجاب، لا. ده افريقيا. بس احلى فطار يعني احنا. ايوه هتنزل تاني. لا هترجع ده خلاص احنا خلاص اوكي. فقاعدين على جبل كله اخضر والشجر فوقينا مضلل علينا، وفيو بقى ابن لذينه تحت كده يعني. ما شاء الله. اول مره ابقى فوق السحاب، اللي هو فوق السحاب، هو كليمنجارو 6000 متر فوق سطح البحر، فمن اول ال 4000 ده احنا خلاص احنا بنصحى كل يوم فوق 6000. السحاب. انت سانتي كاترين ايه 2.6 او 2.8 حاجه كده؟ 2.8 يعني كليمنجارو اكتر من ضعف سانتي كاترين. ما شاء الله. واو. التحدي بقى، يعني انا كنت طالعه كليمنجارو ليه؟ عشان اجرب نفسي، هل في قله الاكسجين جسمي هيتصرف ازاي؟ يا ترى يا هل ترى. وده اللي هنعرفه in the other life. ان شاء الله هنعوض الحياه الجايه. يعني ايه يعني جسمي يتصرف؟ ده افرضي ما تصرفش هتعملي ايه؟ لا ما احنا معانا سيفتي ماتشز أيوة، وفي الاكسجين تمام. احنا معانا كل حاجه فهجرب. بالظبط كده. تمام. فالتحدي كان طيب انا عارفه ان انا بعرف اهايك، فالمده ديت مع قله الاكسجين جسمي هيتعامل ازاي؟ انتوا طلعتوا في قد ايه؟ هي كانت يعني احنا طلعنا في 6 ايام ونص ونزلنا في يوم ونص. اوكي. يعني يوم السابع طلعنا النص ونزلنا النص، وبعدين يوم الثامن كله نزول. اوكي. هتبقي عايزه تكرريها في جبل تاني؟ طب سؤال غير ده، هتبقي اصلا عايزه تطلعي جبل طلعتيه قبل كده ولا خلاص تشيك؟ لا اطلع تاني جبل انا طلعته قبل كده. اوكي، يعني الموضوع مش تشيك ليست وعايزه اخلصها. لا خالص. هو طبعا الكنز في الرحله على فكره، يعني الكليشيه اذا كليشيه لسبب، لانه حقيقي جدا و it really fits، مفيش حاجه جت قضت عليه.
حلوه دي، انا اول مره ابص لها من البرسبكتيف ده، ان هي مفيش حاجه جت قضت عليه فهو مكمل صح. عشان كده طب بس احنا بنتريق ليه على الحاجات دي يعني طب ما هو كنز في الرحله فعلا يا جماعه بنتريق ليه؟ محدش بيتريق، انت اللي بتتريق والله بجد. هو ما حدش فعلا بيتريق على مع كده بعض هو الوحيد أنا اللي ما حدش عنده بيتريق. مشكله. يعني بنعمل حاجه وبعدين طب هنعمل ايه لما التيم ده يوصل لكذا؟ خلاص الكنز في الرحله. طب ما هو فعلا الكنز في الرحله دي حاجه احنا مبسوطين بيها الحمد لله. انت مش فاهم احنا مره عملنا للناس تريجر هانت وكتبنا لهم كنز في الرحله ضربونا. ايه بقى؟ عشان انت عشمتهم بحاجه. انا ما عشمتهمش، انا قلت انت بعمل تريجر عشمتهم هانت. بحاجه. طيب حلو خير. الرد ده، حلو بصراحه. عجبني. انا عشمتهم عامه، انا بعشم بس الناس هما كلها. لو هما طالعين، لو احنا زي ما بنطلع كده بنطلع ان احنا رايحين نستكشف حته جديده، رايحين نعمل حاجه جديده وبتاع وبس. هو بس فعلا معلش كده. يعني انا بعشم الناس، والمره دي برضو عشمت الناس ان انا هجيب لهم حد كويس. انتوا شايفين جمانة؟ جمانة شكرا يا جمانة، كان يوم جميل. واحنا أنا سعيدة. اسفين على اللي سعيدة. وقع على دماغك. هي عادي. الرحله جايه مع بعض. الحمد لله. طب انا عايزه اعرف خلينا نشوف. النكست ستيب بتاعتك ايه؟ لا مش هقول. هي ما تعرفش اصلا. لا طب لا لا. ادلنا ايه لا احنا بنعشوق. لا، لا لا، سوري لا، لا. مش هتطلع، مش هتبقى حلوه. لا لو سمحت. ده خلاص. مش متعشوقة. ايوه احنا بتوع عشوائيه، احنا مش بتوع عشوائي نظام. معانا. دي كانت لازم، كان حاجة كنت عايزة اعملها بقالي كذا سنة، والسنة دي قلت خلاص هي السنة دي. هايكنج برضو. طب بيقولي لي اوف الهوا طب يا عشان جماعة عشان اجي اعملها الهيجس- معاكي. اللي طب هي في مصر هيجس- ولا بره مصر؟ بره مصر. بره مصر. طب يلا نشوف الناس تجس اللي صح. هيجس صح مش عارفه يعني. الكنز في الرحله بقى، يعني الكنز ان انت تشوف مين اللي هيقولها صح. طيب خشوا يا جماعه اعملوا لايك وفولو وسبسكرايب عند كليشيه جمانة. قوي ده عند بقى، ده جمانة. اللي محتاج يجي تقضي عليه. عند جمانة. جمانة اوكي. مش عندنا الله. عند ده جمانة. بجد جمانة وكان توك. احنا دايما بنحب اللي هيجي معانا يبقى حد فعلا يستحق المتابعه، وجمانة من اكتر الناس اللي تستحق المتابعه. احنا بجد انبسطنا معاكي النهارده بجد. ثانك يو. وانا كمان. يلا هنقفل 1 2 3. لا ما بنقفلش كده احنا عايزين هنحور. نقفلها كده. لا ما بنقفلش كده، لا بندوس على الزرار اهو. لا يا سبرت ما تدوسش. انا حر. طب مش خلاص؟ ولا حاجه، انا ما بعملهاش كده. بنعمليها ازاي؟ هنقفل بغنوة. وبعدين بكتب ليلى. ما تقوليش كده، الناس هتعرف احنا بنعمل ايه. هم عارفين، هم بيتفرجوا عليه. اه صحيح، ايه الغباء ده؟ هنقفل بأغنية